وجوهنا عن سجود الله لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من سلفنا الصالحون من الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدنا وعلى ما نوى الحبيب علي الهبشي غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر رب العالمين الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحد الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد فضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلم وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوضيه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه كما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراس التكريم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. ومن سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد تولى. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. يا قلب سروره قد تولى. يا قلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. من شرف الوجود بنور جل. من شرف الوجود بنور غمر كونها جدا وجملا. غمر كونها جدا وجملا. يا لقلب سروره قد تولى. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. ترقى في الحسن أعلى مقامين. قد ترقى في الحسن أعلى مقامين وتناهى في مجده وتعالى. وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد تولى. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا منا ولا بحبيب عمال أنا منا ولا. حاضته العيون في مجدلته. لا حاضته العيون في مجدلته.
قلبي سروره قد تولى يا لقلبي سروره قد تولى بحبيب عمال أنا مناولا بحبيب عمال أنا مناولا من فوق علمي ما قد رأته وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكملا رفعة في شؤونه وكملا يا لقلبي سروره قد تولى يا لقلبي سروره قد تولى بحبيب عمال أنا مناولا بحبيب عمال أنا مناولا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان صلى ما الله يعجز عن عليه وصفه اللسان ويفعل في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه وجود الخلق ينور صلى الله عليه الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه محمد لم اللهم صل عليه تصدق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبالغه لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وأدى الأمانة وأدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في خلة
الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وصل عليه وينور في قلب نور تعلقه به وحبه ويمنع بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقدير والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه تصوير في العالم الممتلك الكبير صلى الله عليه مشهود بالعين هاوي لوصف كمال المدرك والحسن التام والزين صلى الله عليه ذلك الجمال الميمون بالأسراب الكريمة صلى الله عليه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه بالأمثال بالفخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برزت في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه يرى الأفكار ظهوره وبهره فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب صلى الله عليه في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه أن تعرف الأقلام عن شؤون خير صلى الله عليه ولكن تدوين ما هبتم ينششر في المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة صلى الله عليه إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين هذا النبي الشافع آمين بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل
يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي.
ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي عظيما قد بدا لي من دعاني دعاني رأس مالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آلني القلم أن يخنت ما حركت فيه الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد محبوب المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة
أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه. ومنه تفرعا وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها. صلى الله عليه. وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشؤونها. صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا. صلى الله عليه. ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وموضوع القلب هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز. صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح كمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. الأرض والسماوات متضمخة بيتر الفرح بملاقاة أشرف البرية. صلى الله عليه. الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. صلى الله عليه.
في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمر الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. فالحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من خواص عليه. الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وعبرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله الذي عليه. رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فلق سبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضرك رسول الله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب. hadirkan hati-hati yang mempunyai hati. Hadirkan Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله. سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي كل حمد جل أيام
العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد على سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله دهشا أشرف الرسل محمد صلوا عليه سلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده إن الله عز وجل يقبل توبة العبد المؤمن ما لم يغرغر من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه إن الله جل جلاله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء من لا يشكر الناس لم يشكر الله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihil mu'min, benar-benar Allah lebih bergembira menerima taubat hambanya yang beriman
min rajulin, daripada seseorang, nazala yang berhenti, fi ardin dawiyatin muhlikatin, di satu tempat tanah yang lapang, yang gersang, yang siapa orang masuk ke dalamnya pasti akan hancur. Di situ tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, tidak ada apapun di tempat tersebut. Kemudian orang tadi itu berhenti di situ untuk beristirahat. Ma'ahu rahilatuhu alaihi wa ma'ahu rahilatuhu. Orang tersebut membawa kendaraannya untuk beristirahat. Dia turun dari kendaraan dan dia beristirahat. Alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Di atas kendaraan tadi itu terdapat ta'amuhu, makanannya, bekal-bekalnya, makanannya dan minumannya, seluruh perbekalannya berada di atas kendaraannya. Fawadha'a ra'sahu fanauma naumatan. Kemudian orang tersebut meletakkan kepalanya, kemudian dia tidur, naumatan, hanya sebentar dia tidur. Mencan matur tertib. Ya, tedung sekecek, nyabe sairana tertib. Tedung sekecek, naumatan, hanya sebentar. Fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Dia bangun dari tidurnya, ternyata qad dhahabat rahilatuhu, benar-benar hilang darinya rahilatuhu, kendaraannya. Sementara di atas kendaraan tersebut terdapat ta'amuhu wa syarabuhu. Ada makanannya, ada minumannya, mungkin obat-obatannya, mungkin pakaiannya, mungkin perbekalan yang lainnya dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan dia turun di satu tempat bumi yang gersang, yang tidak ada kehidupan. Dia sendirian di situ, dia tidur hanya sebentar untuk beristirahat. Tahu-tahu barangnya dan kendaraannya hilang. Dari rumah keadaan, dari rumah kerja, dari rumah sosana. Minta tolong ada orang. Keborok ke timur, isare tak temu, sejauh mata memandang isare. Akhirnya fatalabaha hatta ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastayqadha. Hatta amuta fawadha'a ra'sahu ala sa'idihi. Dia mencari sejauh mata memandang, dia mencari ke barat, ke timur, ke utara dan selatan dengan berharap agar supaya kendaraannya tadi itu diketemukan, bekalnya tidak ada satupun yang kurang. Bisa kita bayangkan dia perjalanan masih jauh sementara perbekalannya dan kendaraannya dia hilang. Fatalabaha, dia berusaha mencari ke barat dan ke timur, ke selatan dan ke utara. Sampai pada titik puncaknya dia sudah putus asa. Wis, tak mungkin temur ya. Do borok sampai dapat ke timur, sampai ke timur. Ada orang sama sekali. Wis, fawadha'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta. Wis, mondayang kok abolia boleh ke tempat kok tedung sampai mati. Kok tedung sampai mati. Wis, pasrah kok ada Gusti Allah wis. Pon sampai mati. Akhirnya fastayqadha fa idzan rahilatuhu indahu. Dia tidur dengan niat dia mati selamanya, tidur selamanya, mon tedung tak kejaga boleh mon. Tedung seterus. Fastayqadha, pas jaga, subhanallah, ternyata kendaraan gila abali. Aboli dengan kendaraan gila abali, perbekalannya tak luang, obenge tak luang, obat-obatnya tak luang, deeren ben enomana tak luang. Indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuhu. Bisa bayang lagi gelek sosana, apa sosana orang kaelangan bareng si berharga. Ari etemo bareng si berharga antarana odi ben mate. Bisa bayang lagi. Terus etemo pakai enah etemo kendaraan terus dek remeh bungana. Ari wis mate punan. Mate. Tak ada kehidupan. Ada orang ada apa? Tak bisa minta tolong ke orang, ada minta tolong ke serah. Wis jelas pun mati kok mati. Subhanallah, cekete du ngelilir tak pah dateng kendaraan. Jengkep, deerna, enomna, pakekna dan lain sebagainya tak luang. Fallahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'min min hadza birahilatihi wa zadih. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang menerima taubat daripada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi seseorang yang dalam keadaan putus asa kemudian ditemukan sesuatu yang berharga. Bagaimana dia bergembira, Allah lebih bergembira menerima taubat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Paham kan kula? Bisa bayangake sosana antara namate biodi. Terus etemo barang-barang si berharga bisa bayangake derma bahagian orang derma kata apa bahagiana? Ketahuilah fallahu asyaddu farahan, Allah Ta'ala lebih berbahagia bi taubatil abdil mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi, lebih bahagia daripada orang sailang kendarana terus etemu bikal bekal kala. Allah Ta'ala lebih bahagia, lebih senang. Nah, inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya hambanya yang beriman malam yughargir, selama nyawa tidak ada di kerongkongan. Mulai nyabah berning tenggorokan tak bisa, walaupun 1000 kali sampai na tobat tak bakal terima. Majelis ini kan niat tobat. Sampai hadir majelis ini kan niatin tobat, karena Habib Ali pun ada bu, masih kama majma'il maulid tujallil kurub, la syakka masih kama majma'il maulid tujallil kurub, dzal waqt taubatak yal asi idza batatub. Sekarang saatnya bagi engkau yang merasa banyak dosanya, jika engkau ingin bertobat, dzal waqt, waktu ini, waktu maulid nih kah, la syakka tufar jami'idz dzunub, tidak diragukan lagi insyaallah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur niat atau berdekat Allah Subhanahu wa taala. Jak dente mula mati atau berjad dente mula tua atau obat percuma. Mun tua atau obat mun tua da tengah majelis lak selae wet-weteh. Tambah ngerepoten deh ki. Nah, mumpung sampean ki ngode majelis di mabai. Niat hadir majelis, niat atau berdekat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa orang setan dia dosa. Saya rasa setan dia salah dekat Allah Subhanahu wa taala. Lawan Kanjeng Nabi ka tobat benar kok. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marratan. Demi Allah engkau atobat berminta sapora ke Gusti Allah sehari semalam tak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat mi amarrah 100 kali, 70 kali sampai 100. Dosa apa Kanjeng Nabi ini kah? Mangkana aja aroma sebanyak ja aroma setan di dosa, ja aroma setan di salah. Niatin tobat. Niatin tobat karena Allah Subhanahu wa taala seneng nerima tobat melebihi seneng orang sekailangan terus eta mau barengah. Oleh karena itu tobat nikah adalah tangga pertama untuk kita menuju dekat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melewati tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga sampai depak ke Gusti Allah tidak akan mungkin terjadi kecuali lewat tangga si pertama kita nikah atau berdekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mentermu kesedaja taubat kul manjenengan etrema dening Allah, dosa-dosa kul manjenengan sepor dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في أعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الحاصلة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إلى يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillah. Diumumkan deki menabi subuh uzur ba'da isya pada maulid ning Bajaran Timur Sayyid